بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. منوريني ومشرفيني في قناة المتواضعة. منوريني المشتركين الجداد واللي بيحطوا لي كومنت حلو، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. طبعا قناتي مش هتكبر غير بيكم. النهارده الفيديو بتاعنا يا حبايبي عبارة عن ايه؟ هنعمل مع بعض بيتزا زي بتاعة المحلات بالظبط. تعالوا كده مع بعض، يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتصلوا على النبي في التعليقات. البيتزا بتاعتنا هنعملها بايه؟ هنعملها بالفراخ، وطبعا هي ممكن تعمليها باللحمة المفرومة، ممكن بالصدق، ممكن بالفراخ، بالجمبري، بالتونة، زي ما انتي تحبي. انا النهارده هعمل البيتزا بالفراخ. يلا يا حبايبي قبل ما نبدأ الفيديو كده نصلي على النبي في التعليقات، ونزلوا اشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وحطوا الكومنت اللي هو اللايك يا حبايب قلبي، هو اللي بيرفع الفيديو عشان غيركم يشوفوا، وعشان يوصل لكم كل فيديو جديد بصوره لازم تشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة واضغطوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم بدأت ان انا اعمل ايه. جبت كيلو الا ربع من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وبدأت انخله. ومعايا كيس خميرة. هنحط كيس خميرة في كوباية كده، وهننزل عليه بمعلقة كبيرة من السكر. بعد كده هننزل عليه بربع كوباية من المية الدافية عشان الخميرة تتفاعل معانا، طبعا عشان الجو ساقع. هنسيبهم بقى على جنب كده يتفاعلوا مع بعض، وهنبدأ بقى نضيف المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. انا حطيت الدقيق ونزلت عليه بثلاث اربع معالق من الزيت، ومعلقة كبيرة من السمنة او الزبدة اللي متوفر عندك. هنا انا ضفت معلقة كبيرة من السمنة كده، وذرة من الملح، ومعلقتين من السكر. وهنبدأ بقى نخلط كل المكونات دي مع بعض كده، نخليهم زي حبيبات الرملة. هنخلط الدقيق مع السمنة مع السكر مع الزيت، هنبدأ نفركهم كده لحد ما يبقوا زي حبيبات الرمل. بصوا لازم العجينة تبقى كلها واخدة من السمنة والزيت كده مع بعض. بعد كده بقى معايا علبة من الزبادي. هنفركها برضو كده مع الدقيق. بعد كده بقى الخميرة بعد ما اتفعلت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنبدأ برضو ننزل على الدقيق بيها. وهنحط بقى نكمل بمية دافية كده للعجن. حابة تعجني بلبن عادي ده اختياري، بس انا هنا عجنت بمية. ينفع بلبن وينفع بمية عادي، بس المية يستحسن تكون دافية عشان العجينة تخمر معاكي على طول. الجو ساقع، تكون دافية مش سخنة، دافية. هنبدأ بقى نعجن كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بنلم العجينة على طول كده. والعجينة بتاعت البيتزا لازم يبقى فيها نسبة ان هي بتلزق، ما تبقاش ملمومة او فاهمة. فانتي هتلمي بقى كل العجينة كده، هتاخد معاكي من 5 دقايق ل10 دقايق عجن كده. بقى انا هعجنها. يلا يا حبايبي حطوا اللايك، حطوا اللايك للفيديو فضلا وليس امر، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس كده. بقى يا حبايبي انا طبعا كنت عجنتها. بصوا ما شاء الله العجينة جميلة جدا، وملمسها ناعم كده وطرية وحلوة هي زي ما انتوا شايفين كده. بس هي لازم تكون بتلزق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هي فيها نسبة تلزيق بسيطة خالص. خلاص كده بقى هنغطيها بستريتش كده، وهنسيبها بقى تخمر. هتقعد تخمر حوالي ربع ساعة كده. مش هتخمر هي، بس العجينة هتستريح شوية عشان تقدري تفرديها. هتسيبيها بقى تستريح كده. وبعد كده بقى هنعمل الصلصة بتاعت البيتزا. معايا ايه؟ معايا نص كيلو من الطماطم، ومعايا بصلتين صغيرين، و7 فصوص توم، وضفت لهم نص معلقة من الملح، ومعلقتين سكر، ومعلقة كبيرة من الزعتر، ونص معلقة فلفل، نص معلقة كمون، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر، وشوية من الزيت. وهنحطهم بقى في حلة كده وعلى نار هادية يتسبكوا كويس. وهي دي الصلصة بتاعت البيتزا. وطبعا مهم جدا الزعتر
مع الصلصه، لان ده الاساس بتاع البيتزا. وهنا بقى العجينه بتاعتي كانت استريحت شويه اهو. هنا بقى حطيت حبه زيت كده عشان بس العجينه ما تلزقش في ايديا. هي كانت استريحت اهي ويعتبر اتضاعفت معايا. هنقطعها بقى نشوف احنا مثلا عايزين نعمل بيتزتين هنقسمها 2، عايزين نعمل 3. هي هنا هتعمل معانا 3 بيتزات من الحجم الكبير. هنقطعها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا العجينه ما شاء الله ملمسها ناعم وقوامها حلو جدا. بصوا والله العظيم البيتزا طالعه، يعني جربوا الطريقه دي وان شاء الله البيتزا هتعجب. وهنا بقى انا كده كنت عوزت الصينيه زيت، وهنبدا بقى نفرد كده العجينه. طبعا انتي بتاخدي من جوه من وسط العجينه كده لبره، الحرف بتاعها لازم يكون عالي. هتبداي بقى تبططشي من جوه كده وانتي خارجه على بره. وهنا بقى هتفردي العجينه وهتسيبيها برضو تستريح معاكي حوالي 10 دقايق كمان، عشان طبعا هي ما خمرتش. احنا كنا سايبينها اول مره كانت بتستريح شويه عشان تعرفي تفرديها. وهنا بقى هنسيبها تخمر حوالي 10 دقايق كده. وبعد كده بقى نبدا نحط الحشوه بتاعتنا. بصوا بقى العجينه لما استريحت بتتفرد معانا بسهوله ازاي ما شاء الله. هتبداي بقى تفردي كده من جوه ونشتغل على بره. خلاص كده انا عملت اول واحده وسبتها بقى تخمر كده على جنب. وهنبدا بقى نفرد التانية. بصوا ما شاء الله بتتفرد معايا سهله خالص ازاي. هناخد بقى من جوه كده زي ما انتوا شايفين على بره. يلا يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا ينزل يشترك في القناه، حطوا اللايك حطوا اللايك يا حبايبي عشان الفيديو يترفع وغيركم يشوف ويستفاد بيه. طبعا هنا هي كانت سبتها خمرت قعدت 10 دقايق كده. وهنبدأ بقى ان احنا نفردها تاني. وهنخرمها بقى بالشوكة علشان طبعا لو ما اتخرمتش هتعلى معاكي في الفرن وهتوقعي الحشوة اللي انت هتحطيها. وهنا بقى الصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت هنبدأ بقى نحط على البيتزا كده من فوق. طبعا ما تكتريش عشان البيتزا معاكي ما تتعجنش. هنا بقى ضفت حوالي 3 معالق كبار من الصلصة. وبعد كده بقى هنحط الحشوة بتاعتنا. كانت عبارة عن ايه؟ فراخ بانيه. عامله بانيه مفروم كده وعملته ببصل وفلفل وشطه. واللي حابب بقى يتفرج على الفيديو كامل انا عاملاه برضو على القناه قبل كده يشوفوا جوه وهتشوفوا طريقه الحشو ده انا كنت عاملاها ازاي. بس انا ما حبيت يعني ما رضيتش اعيدها تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وهنا بقى الحشوه بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ فلفل اخضر وفلفل حار وطماطم وبصل. اللي حابب بقى يضيف مخلل يضيف اللي هو الزيتون، اي نوع من انواع المخللات عادي. بس احنا هنا ما بنحبش المخلل حتى لو احنا اشترينا بيتزا من بره. ولادي بينقوا الزيتون يرموه او اي مخلل على البيتزا. فانا ما بحبش اضيفه عشان هما كده كده ما بياكلوهوش. متاح عادي ممكن انت اللي انت تحبيه. ومهم برضو ان انت تتبلي الخضار اللي انت حطيتيه ده. تحطي بقى شويه ملح وفلفل وكمون كده عشان هو طبعا مش ما كانش متبل. هنا بقى ديت التانية برضو فردتها معاكم ونفس النظام. هنبدأ بقى نحط الصلصة بتاعتنا ونغلف البيتزاية بيها كلها وما نكترش برضو عشان البيتزاية ما تتعجنش. طبعا الاولانية اللي انا حطيت عليها الصلصة وحطيت عليها الخضار دخلتها بقى الفرن. البيتزا تتشمع شوية قبل ما نحط الجبنة. يعني انتي بتدخليها بتتشمع معاكي كده وبتاخد يعتبر نص سوا. وبعد كده بقى بتطلعيها تحطي الجبنة. وبعدين بترجعي تدخليها يا دوبك الجبنة تسيح معاكي كده وتنقر نقر بسيطة. تطلعيها بقى من الفرن. ما ينفعش تحطي الجبنة من الاول مع البيتزا هتتحرق منك ومش هتديك المطة الحلوة اللي انتي بتبقي عايزاها دي. هنا بقى دي التانية برضو انا بدأت ان انا احشيها وهنحط بقى الخضار.
طماطم بقى وفلفل. حطي بقى التشكيله اللي انت عايزاها، وحطي اي خضار انت عايزاه، ولو حابه بقى تحشيها سجق، حابه ان انت تحشيها لحمه مفرومه، تونه، اللي متاح عندك واللي انت حباه واللي ولادك بيحبوه احشيها بيه. هنا بقى انا كده حطيت الخضار وحطيت البانيه. هضيف بقى بصل برضو شرايح كده، بعد بقى ما هتحشي الحشوة ديت هتدخليها بقى الفرن، وهتقعد مثلا حوالي من 5 ل7 دقايق كده، وتطلعيها وبعدين تحطي على وشها الجبنة وترجعي تدخليها تاني الفرن. يعني الجبنة يدوبك تاخد نقر بسيطة كده، تحمر حاجات بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. انا طلعتها اهوت، هي يدوب خدت لون بسيط في الفرن والخضار دبل شوية، وبعد كده بقى طلعتها بدأت ان انا احط على وشها الجبنة كده. دي جبنة ميكس، شيدر على موزاريلا على رومي، يعني ايه، مشكلة. هندخلها بقى في الرف الوسطاني، يا دوبك الجبنة بس تسيح وتنقر كده، وبعد كده هنطلعها. بصوا بقى ما شاء الله، بعد ما البيتزا طلعت ديت اول واحدة طلعت معايا هي. بصوا من تحت ولا لازقة ولا اي حاجة، وما شاء الله لونها جميل جدا وطرية. هقطعها برضو زي ما انتوا شايفين كده وهوريها لكم. بصوا ما شاء الله البيتزا اصلا مش ماسكه نفسها، حتى هي هتقع مني دلوقتي وانا ماسكاها سايحه ونايحه كده في نفسها. بصوا ما شاء الله جميله جميله والله العظيم. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. واللقمه بتاعت البيتزا كده طريه وجميله جدا وريحتها حلوه. بصوا والجبنه سايحه. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. ودي بقى كانت تاني واحدة هي. انا طبعا كنت دخلتها الفرن، خدت يعني سبت الخضار كده دبل وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى بدأت ان انا اضيف الفراخ، وبعدين ضفت بقى الجبنة. حطي بقى اي نوع جبنة عندك، اي نوع يعجبك. انا كنت بضيف الجبنة دي نوعها ايه، اللي هي الفريش، جبنة موزاريلا فريش. هي جميلة والله الجبنة دي. بصوا بقى دي كانت اول واحده انا عملتها، هي اللي انا صورتها ووريتها لكم. ما كنتش عارفه امسكها وانا بصورها كده وقعت مني. بصوا والله العظيم جميله وسايحه ونايحه في نفسها كده، والعجينه بتاعتها طريه وسمكها حلو. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. بس ما تنسوش تعملوا بالله الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. بصوا وعلى فكره يعني انت عملتي صينيه، يعني عملتي بيتزايه خلاص هي تتاكل في ساعتها سخنه، ما ينفعش تركنيها. لما بتتركن الجبنه بتجمد معاكي، ما بتبقاش فيها المطه، بتكون الجبنه نشفت معاكي، فهي المفروض تتاكل وهي سخنه. بصوا بقى شكلها وطعمها بعد ما بردت، والله العظيم طعمها جميل جدا. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. ودي التانية بقى اللي انا عملتها، التانية هي. بصوا بقى انا برضو هقطعها معاكم كده اوريها لكم. بصوا والله العظيم طعمها وريحتها جميله جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ايه رايكم في البيتزا بتاعتي حبايب قلبي؟ هو ده كان الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم وتنور رضاكم واكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش الاشتراك وكومنت حلو من ايديكم وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير في فيديو جديد.